السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بسبوسه بالكريمه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نستعمل 2 ديال البيضات، غادي نستعمل نصف كاس ديال العنبه ديال زيت نباتيه، 2 ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده رقيقه. بالنسبه للعبار بالغرام كنستعمل 200 غرام. غادي نستعمل 2 ديال الياغورت يكون طبيعي بدون سكر، واحد ساشي ديال الفاني من فئه 7.5 غرام، واحد ساشي ديال الخميره الكيميائيه من فئه 8 غرام. دابا نمشيو لطريقه التحضير. نسيت ما ذكرتش معكم، عندي كاس الا ربع ديال سكر خاشن، واخر حاجه قبصه ديال الملح. دابا نمشيو لطريقه التحضير ان شاء الله. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نجيب واحد الخلاط، انا غادي نخلط كلشي بالخلاط الكهربائي من غير السميده والياغورت والخميره الكيميائيه. اول حاجه غادي نعمل 2 ديال البيضات. بسم الله. غادي نضيف قبصه ديال الملح، غادي نضيف السكر فاني، غادي نضيف السكر، غادي نضيف زيت نباتيه. دابا غادي نخلط جميع المكونات في الخلاط ونرجع معكم. صافي كيكون هذا هو الشكل ديال الخليط ديالي. دابا غادي نجيب ياغورت مسوس، غادي نضيفو فوق الخليط، غادي نخلط غير بالسباتولا. بسم الله. دابا غادي نضيف السميده رقيقه، غادي نضيف واحد الخميره كيميائيه، صافي. دابا غادي نخلط كلشي. بسم الله. صافي من بعد ما كملت التخليط كيكون هذا هو الشكل ديال الخليط ديالي. هنايا جبت 2 ديال الزلايف اللي غادي نقسم فيها الخليط، اولا تقدروا توزنوه. دابا غادي نجيب الخليط ديالي. بسم الله. صافي من بعد ما قسمت الخليط ديالي غادي نجيب الصينيه اللي غادي ندخلها الفران. من بعد ما دهنتها بالزبده غادي نخلي واحد الزلافه جانبا، وغادي نعمل النصف الاول في الصينيه اللي غادي ندخلها الفران. بسم الله. صافي من بعد ما عملت الخليط ديالي في الصينيه غادي ندخل الفران على درجه حراره 180 ونرجع معكم باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه غادي نستعمل نصف لتر ديال الحليب، 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، غادي نعبر من هذا الكاس 3 ديال الملاعق كبيره ديال السكر خاشن، وغادي نعبر 3 ديال الملاعق كبيره ديال المزهر، وهنا 3 ديال الملاعق كبيره ديال المايزينا او النشا. دابا نمشيو لطريقه التحضير. واخر حاجه نسيت ما ذكرتهاش معكم، غادي نستعمل ملعقه كبيره ديال الزبده. غادي نضيف الكريمه السائله، نعمل 3 ملاعق كبيره ديال السكر خاشن. اللي ما كتعجبوش الحلاوه يقدر ينقص شويه. غادي نستعمل 3 ملاعق كبيره ديال مايزينا يكونوا عامرين. غادي نستعمل 3 ملاعق ديال الزهر. صافي غادي نخلط جميع المكونات وغادي نعملو فوق البوطه مع التحريك طبعا حتى يبدا يعقد لنا الخليط. ما نخليوهش يعقد بزاف، غير يبدا يعقد غير شويه، يبدا يتقل، صافي كنطفيو عليه. بسم الله. صافي من بعد ما عقدت الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا معايا جات كريميه.
من بعد ما طابت لي الطبقه الاولى ديال البسبوسه كيكون هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نجيبو الخليط الاول اللي طيبناه، غادي نفرغو فوق منه الكريمه. بسم الله. صافي غادي نخليوها غير تبرد شويه ونضيفو فوق منها الخليط الثاني. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به، غادي نستعمل كاس ديال الماء، كاس ديال العنبه، غادي نستعمل كاس ونصف ديال سكر خشن. بالنسبه للسكر هو في الاصل مع كاس ديال الماء كنستعملوا 2 كيسان ديال سكر خشن، ولكن انا بغيت نقص الحلاوه غادي نستعمل غير كاس وربع تقريبا، ماشي حتى نص. وقطرات من الحامض. بسم الله. اول حاجه غادي نعملوا السكر، غادي نزيدوا الماء، غادي نضيفوا قطرات من الحامض، صافي غادي نخلط كلشي وغادي نعملو فوق بوطه حتى يذوب لي السكر مع الماء. بسم الله. صافي من بعد ما شبات الكريمه فاسه غادي نجيبو الخليط الثاني وغادي نضيفوه فوق الكريمه. صافي دابا غادي ندخلوها الفران على درجه حراره 180. غادي نشعلوها غير من الفوقي حتى طيب ان شاء الله ونحيدوها. دابا هنايا من بعد ما طابت لي الكاميرا ما كانتش كتصور لي، كنسقيها بديك السيرو اللي حضرته معكم. من بعد ما كنسقيها كنعمل واحد زلافه او طبسيل او اي حاجه كتعملوها في الوسط وكتزينوا. بالنسبه للتزيين على حسب الذوق، انا زينت بالكوكو مع الجناب كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نعمل شويه المكسرات في الوسط. بالنسبه لهاد البسبوسه بالكريمه من الاحسن تخليوها ليله كامله في الثلاجه كتجي لذيذه اكثر. صافي من بعد ما بقات لي ليله كامله في الثلاجه كنحيدوا المول بهذا الشكل هذا، كنقدموها في صحن التقديم وكنقطعوها كيف ما بغيتو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه بالكريمه اللي حضرت معكم. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، صراحه كتجي غزاله. وبالنسبه للكريمه كتزيد زينه بزاف اكثر من انها تكون بوحديتها. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.